الأهلي بيواصل صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي فاز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في مباراة وصفت بالرائعة لكل لاعيبة النادي الأهلي. انضم حسين الشحات لقائمة اللاعبين اللي بيحرزهم في 3 بطولات لكأس العالم للأندية، وشفنا طبعا تواجد كهربا وتألق كهربا واسيست رائع واسيست عالمي من كهربا كان لبيرسي تاو، واحراز هدف رائع كان ثالث للنادي الاهلي. ايضا شاهدنا عودة مين بقى المخيف محمد شريف الى التهديف مرة تانية وتواصله ومواصلة التهديف مرة تانية مع النادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد لمباراة سياتل ساندرز الأمريكي غدا في الساعة 7:30 مساء على استاد ابن بطوطة. مباراة هتكون صعبة جدا وقوية جدا للنادي الأهلي مقارنة بفريق أوكلاند سيتي اللي هو فريق بكل أمانة فريق ضعيف جدا على النادي الأهلي، ولكنه فريق بيشارك في بطولة كأس العالم للأندية. برضه ما نقللش من حجمه. فريق طبعا ساندرز الأمريكي فريق قوي جدا وبيضم مجموعة كبيرة من اللاعبين ومجموعة كبيرة من المحترفين، وفريق قوي جدا في الدوري الأمريكي. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي عشان بقى النادي الأهلي يدخل في مباراة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية إن شاء الله مع ريال مدريد الملكي الأسباني. هنشوف بقى بنزيما، هنشوف بقى لعيبة كتيرة جدا ولاعيبة هازارد، وهنشوف مجموعة كبيرة من لعيبة كل نجوم فريق ريال مدريد وقائمة ريال مدريد الأساسية متواجدة في بطولة كأس العالم للأندية، عشان بقى الناس اللي بتطلع على القنوات التلفزيونية وبتتكلم إن بطولة كأس العالم هي بطولة شرفية وبطولة ضعيفة وبطولة ملهاش أي لازمة. لا، بنشوف قائمة والفريق الأساسي لريال مدريد موجود في البطولة، وإلا كان فريق ريال مدريد قال لك لا نبعت بقى اللاعبين الاحتياطيين أو نبعت الفريق الثاني يشارك في البطولة. لا، هي بطولة كبيرة وبطولة فيها اهتمام عالمي على مستوى الفيفا ومستوى المشاهدات. صدى فوز النادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي كان موجود هنا في مصر، وخصوصا على قناة نادي الزمالك اللي يعني موجود مجموعة من الناس الحضرات السادة المحللين بقى والمقدمين يحاولوا يقللوا في مستوى البطولة ومستوى فريق أوكلاند سيتي، يعني وبيحاولوا يقللوا من فوز النادي الأهلي وتوهج النادي الأهلي في البطولة. لكن نركن الكلام ده كله على جنب، الكلام ده كله كلام بعيد تماما. النادي الأهلي بيصنع دائما التاريخ. النادي الأهلي دايما بيشرف اسم وسمعة الكرة المصرية على عكس أساء وعلى عكس مسؤولين آخرين في أندية أخرى في مصر اللي بيضروا بسمعة الكرة المصرية. شفنا مشكلة جلاتنبرج ورئيس نادي الزمالك ومشاكل اللي تعرض لها جلاتنبرج من قناة نادي الزمالك، يعني كلام ما يصحش أبدا يتقال في قناة نادي الزمالك. يمكن الكلام ده كله أثر كتير جدا، وشفنا صحف عالمية اتكلمت على مشكلة جلاتنبرج مع اتحاد الكرة المصري. لكن النادي الأهلي هو دائما هو سبب فرحة لعشاقه وجماهيره وسبب فرحة لكل المصريين. كتير جدا من جماهير الأندية الأخرى، جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الإسماعيلي في المحافل الدولية بتكون مساندة لفريق النادي الأهلي أو الفريق اللي بيمثل بقى مصر في البطولة. لكن كل احترام وتقدير لأي واحد من جماهير نادي الزمالك أو جماهير الأندية المنافسة إنه ما يشجعش النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. ده حقه، ومن حقه ان هو ما يشجعش، ومن حقه ان هو يشجع الفريق الاخر. دي مسألة في الاول والاخر هي مسألة شخصية وحرية شخصية. لكن شفنا بقى المشهد العظيم من الجماهير المغربية اللي حضرت وملأت ملعب ابن بطوطة، وكانت تشجيع دائم للنادي الأهلي وتفاعل على كل هجمات النادي الأهلي. وشفنا كابتن النادي الأهلي وأحسن لاعب في إفريقيا وأحسن حارس مرمى في قارة إفريقيا محمد الشناوي شكر كل الجماهير المغربية لدعمها الكبير للاعيبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي. كمان شفنا رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجح في زيارة لبعثة النادي الأهلي وقعدة كده بقى مع الكابتن محمود الخطيب ورئيس الاتحاد المصري، وده نوع من الدعم لبعثة النادي الأهلي وفريق الكرة بالنادي الأهلي. كل التوفيق بقى للنادي الأهلي غدا أمام فريق ساندرز الأمريكي.